رمضان 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 يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة حليمة مينة. اليوم غنوجد معكم ميني باغيت، عجينة رائعة، حشوة لذيذة بزاف، كيجي على هذا الشكل عامر من الداخل ولذيذ. تابعوا معايا الفيديو للآخر. نمشيو نبداو على بركة الله. غادي نبداو اولا بالحشوه. عندي هنايا 4 ديال الكفته 250 غرام، 3 ديال الحبات كبارين ديال القرع، 3 ديال الحبات ديال البصل مفروم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، 2 حبات ديال الفلفله، وحده حمراء وحده خضراء، نص زلافه ديال الزيتون، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت العود، والقليل من الصلصه الحاره. ناخذ مقله ندير فيها زيت العود، نضيف ليها البصله قطعتها طرافات صغار، نضيف ليها شويه ديال الملح، نخليها شويه تقلى. بعد ما بدات كطيح البصيله غادي نضيف لها الفلفله، ونضيف عليها القرعه الخضراء كيسه الحكاكه الغليظه، ونضيف شويه ديال التحميره والسكينجبير والبزار، نضيف عليها 4 ديال الكفته، غادي نضيف الصلصه الحاره، وغتضيفوا الهريسه. بالنسبه لي تيبغي الحار، اللي ما تيبغيش الحار يستغنى عليه. غادي نضيفوا لها واحد الكميه كثيره ديال القزبر والمعدنوس، نضيفوا لها زيتون مقطع، اخيرا نضيفوا شويه ديال الكمون كيتواسى معاه بزاف. صافي ونزيدو نحركوها غير شويه ونطفيو عليها. غادي نخلي الحشوه تبرد وندوزو للعجين. عندي هنايا نص كيلو ديال دقيق فرص ممتاز مغربل، كاس ديال السميد الرقيق ولا الفينو، نص كاس ديال الزيت العود، 2 معالق كبار ديال حليب نيدو مجفف، معلقه صغيره هريسه، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سنيده، والماء الدافئ باش نجمعوا العجين. غنبداو على بركه الله.
غادي نضيف الكاس ديال السميد رقيق، نضيف نيدو، نضيف الخميره الفوريه، نضيف السنيده، غنضيف الهريسه كتبقى اختياريه، نضيف زيت العود، غنضيف شويه ديال الملح درتهاش من الاول، ونبدا نجمع بالماء الدافئ. بعد ما جمعتها حصلت على عجينه رطبه وخفيفه، غادي نعلكها واحد 5 دقائق. بعد ما علكت واحد 5 دقائق حصلت على عجينه رطبه وخفيفه، دخلت فيها 2 كيسان ديال الماء بالعبر ديال كاس العنبه، غادي نغطي عليها حتى تضاعف الحجم ديالها واحد 15 دقيقه. بعد ما خمرات العجينه غادي نخويها من التهويه اللي فيها، وضع على سطح العمل اللي رشيته بالقليل من الدقيق، نبدا نحربلها بشكل طولي. ناخذ الموس ونقطعها الى قطع صغار، نبدا نجمعهم بهذا الشكل كويورات. نغطيهم يرتاحوا، وناخذ الكويره الاولى نستعنوا بالدقيق ونبداو نطلقوها بالدلاك بشكل طولي. نديرو الحشوه كميه كثيره، نبداو نجمعوا فيها ونضغطوا مزيان. نقرصوا عليها بحال هكا ونقلبوها ونقادوا للشكل ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا.
نعاود نجيب وحده اخرى ونخدموها بنفس الطريقه. غادي نخدمو بنفس الطريقه تنسالي الكويرات اللي عندي.
غادي ناخذ صفر بيضه مع القليل من الحليب وشويه ديال التحميره، ونبدا ندهن الوجه ديالهم بهذا الشكل هكا. انا درت فيها التحميره لانها كتعطيهم لوين زوين. واللي بغى يديرهم صغارين على هكذا يدير كويرات صغيورين بزاف باش يحصل على واحد الشكل صغير على هذا الحجم هذا. انا كيعجبوني نديرهم شويه كبار، يعني الشكل كيبقى اختياري. وندردر عليهم شويه ديال الجنجلان، ناخذ موس نقطعهم بشكل مائل، باش ملي كندخلوهم للفران ويتفتحوا كيعطيونا شكل زوين. ندخلوهم الفران على نار مهيله. المعجنات دائما تيبغيو يطيبوا على نار مهيله باش كيطيبوا على خاطرهم. ندخلوهم من الجهه الفوقانيه حتى يتحمروا لينا من التحت، ونهبطوهم من الجهه التحتانيه حتى يتحمروا لينا من الوجه، ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي ديال الميني باغيت كيجي رائع، حشوه لذيذه. غنحل معكم وحده. كيجي عامر من الداخل. حضروه في بيوتكم بالصحه والراحه. ما تنساوش تخليو لي اللايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم جديد الوصفات. وشكرا.